أنا رمسيس الثالث دافعت عن حدود مصر، لقد طردت من جاء من بلاده غازيا، وقتلت المعتدين من شعوب البحر الطامعة، لقد دمرت قواتهم وجئت بهم أسرى إلى مصر، أسرى بعدد حبات الرمال. بتلك العبارات سجل الملك الفرعوني رمسيس الثالث على جدران معبد هابو مدينة الموتى أهم إنجازاته، وهي حماية أرض مصر من غزو الشعوب البحر الطامعة في خيرات البلاد وقتها. لكن ملك عظيم زي الملك رمسيس الثالث بكل إنجازاته بتحصل معاه حاجة غير متوقعة، وهي مؤامرة على قتله. خدوا حبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو بطة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مؤامرة قتل الملك رمسيس الثالث. إزاي تم اغتياله؟ مؤامرة قتل الملك رمسيس الثالث خيانة الحريم اللي قلبت مصر القديمة. حكاية درامية مثيرة. قصة مقتل الملك رمسيس الثالث هي واحدة من الحكايات اللي فيها دراما وكواليس، تحسها كده زي مسلسلات رمضان التشويقية، بس الفرق إن دي كانت أيام مصر الفرعونية القديمة والعصر الفرعوني. هنحكيها لك يا غالي بكل التفاصيل، بس الأول عايزين نعرف مين هو الملك رمسيس الثالث. الملك رمسيس الثالث هو آخر الملوك العظام. رمسيس الثالث كان ملك قوي جدا من ملوك مصر القديمة، يعتبر من الأسرة العشرين، وكان عايش في فترة كلها صراعات وضغوط على مصر من كل الجهات، سواء هجمات من الشعوب المجاورة أو مشاكل داخلية زي الفقر والتمرد. كان بيحاول يحافظ على البلاد ويخليها في أمان، ويعتبر آخر ملوك مصر العظماء اللي كان بيحاول يحافظ على مصر ويعيدها لمجدها. بداية المؤامرة الستات دايما في النص. قصة مقتل الملك رمسيس بدأت بمؤامرة كبيرة، واللي كانت بطلتها زوجته تي كانت واحدة من زوجات الملك، لكنها ما كانتش الملكة الرئيسية. طيب ليه عملت كده يا عم أبو بطة؟ هقول لحضرتك، ركز معايا. عشان كانت عايزة ابنها الأمير بنطاور يبقى ملك بعد رمسيس الثالث، لكن المشكلة إن الأمير بنطاور مش هو اللي كان الوريث الشرعي، لأن الملكة الرئيسية كانت أم ولي العهد، يعني تي كانت الزوجة التانية. فتي فكرت وقالت أنا لازم ألاقي طريقة أشيل الملك وولي العهد من قدامي عشان ابني يبقى الملك. وهنا بقى بدأت تدبر المؤامرة وتجمع حواليها مجموعة من الخدم والحاشية اللي ممكن يساعدوها في خطتها. مؤامرة الحريم الخطة السرية اللي عملته تي وأتباعها تسمى بعد كده بمؤامرة الحريم. المؤامرة كانت معقدة، ومش بس كانت بتشمل قتل الملك ورمسيس الثالث، لا دي كمان كانت عايزة تخلص من كل اللي يقف قدام ابنها. الخطة كانت انهم يقتلوا الملك رمسيس خلسة عشان محدش يحس، ويعلنوا بنطاور كملك. تنفيذ المؤامرة فيلم إثارة فرعوني. في يوم من الأيام دخلوا الناس اللي معتيه على الملك رمسيس الثالث في قصره وحاولوا ينفذوا خطتهم. زمان ما كانش فيه كاميرات مراقبة ولا تحقيقات، فكانوا متخيلين انهم هيعملوا العملية ومحدش هيعرف حاجة. وفي دلائل ان الملك اتعرض لهجوم عنيف زي جرح كبير في رقبته، اتعرف عليه العلماء لما فحصوا مومياء الملك في الزمن الحديث. في النهاية وانكشفت المؤامرة. بعد ما قتلوا الملك رمسيس الثالث القضاء الفرعوني مسك الموضوع، واتعملت محكمة كبيرة عشان يحاكموا تي وكل المتورطين في المؤامرة. حتى بنطور نفسه اتحاكم في الآخر. المحكمة حكمت على كل المتآمرين بالإعدام أو الانتحار، وعقوبات قاسية زي قطع الأذن والأنف كنوع من الإذلال قبل الإعدام. الاكتشاف الحديث اللي خلى القصة دي تفضل في دماغ المصريين والعلماء لحد النهاردة هو إن العلماء في العصر الحديث قدروا يعرفوا تفاصيل الجريمة دي لما فحصوا مومياء رمسيس الثالث بأجهزة مطورة. اكتشفوا إن في فعلا جرح عميق في رقبته وكأنه محاولة ذبح للملك، وأكدوا إن الملك اتعرض لهجوم أدى إلى موته. النهاية المأساوية كده، رمسيس الثالث انتهت حياته بطريقة مأساوية زي فيلم درامي مليان خيانة ومؤامرات، وقصته فضلت محفورة في التاريخ المصري كواحدة من أكتر القصص الغامضة والمثيرة. وفي النهاية مصر فقدت آخر ملوكها العظام، ودخلت بعدها في فترات من الضعف والانهيار. قصة الملك رمسيس الثالث علمتنا إن حتى الملوك العظماء مهددين بالخيانة من أقرب الناس ليهم، وإن المؤامرات دايما كانت موجودة من زمان زي دلوقتي. لو عاوز تعرف نهاية الملكة تي وابنها بنطور وإيه اللي حصل معاهم في المحكمة، ادخل على الشريط اللي في أعلى الفيديو هتلاقي القصة كاملة. وبكده يا غالي وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع تحيات أبو بطة الأول.